بنت صغيرة زعلت من أمها، وفي وقت غضب قررت تستعين بكيان شيطاني عشان يقتلها، وعملت طقوس من السحر الأسود، وفعلا بدأ يبان على أمها حركات غريبة، وحلت عليها لعنة من شيطان قوي سيطر عليها. وندمت البنت جدا وحاولت تصلح غلطتها، لكن أكيد صرف الجن مش بسهولة تحضيره. بتبدأ روايتنا مع عليا، بنت مراهقة في المدرسة الثانوية، عندها هوس بالسحر الأسود والدجل والشعوذة. راحت المدرسة علشان تقابل صديقتها جانيس وأرون صديقهم، ووصلها لحد البيت بعربيته. وأول ما وصلت البيت وراحت تحضر العشاء مع والدتها، ما كانتش مبسوطة وهي بتاكل معاها لأنها حساها غريبة عنها. بعد العشاء دخلت أوضتها وفضلت تتفرج على صورها مع أرون، وأوضتها مليانة صور ورسومات بتعكس شخصيتها وحبها للسحر. وهي في أوضتها سمعت صوت عياط والدتها في الأوضة التانية، راحت تشوف مالها لكنها كالعادة زعقت فيها وقالت لها تخرج برا الأوضة لأنها مش عاوزة تتكلم مع حد، فخرجت وسابتها. جه الليل وراحت مع صحابها الحفل لخبير في العلوم الغامضة اسمه أليستر كراوتي، المعروف بلقب أبو السحر الحديث، وهي كانت معجبة بكتاباته. سلمت عليه وكانت مبسوطة جدا، وقالت له إنه لازم يكتب الطقوس بتاعته كاملة في الكتب، لكنه رد عليها وقال لها إن ده المسموح بيه، وإنه لو كتب أكتر من كده ممكن الناس تعمل الطقوس دي ويحطوا نفسهم في خطر ما يقدروش يصرفوه عنهم. خلصت هي واصحابها الحفلة وخرجوا يسهروا ويتناقشوا في أحداث الكتاب. وقرا روب مقطع في الكتاب بيقول إن دور الشر مش خلق الشر، ولكن دوره كشف الشر الكامن في قلوب البشر واختبار ولائهم لله عز وجل. وده اللي هنشوفه في روايتنا النهاردة. وبعدها أرون وصلها بعربيته لحد البيت، ولما دخلت لقيت والدتها مستنياها، وكالعادة بدأت تتخانق معاها وتوبخها على التأخير، وإنها عارفة إن الحفلة خلصت من بدري وكل الوقت ده كانت فين. وده خلاها تنفجر وتخرج كل الكلام اللي جواها لوالدتها، وإنها مهملة فيها ومش مهتمة بيها، وإزاي مش حاسة بوجودها خالص. والدتها عاتبتها هي كمان إنها مش حاسة بيها ولا حاسة بحزنها على والدها، وإنها مش قادرة تتخطى الحزن طول ما هم في البيت ده. وأخيرا عرفتها إنهم هينقلوا من البيت ده خالص، وبكرة هتعدي عليها في المدرسة تاخدها ويروحوا يشوفوا البيت الجديد، لكنها رفضت ودخلت أوضتها وفضلت تعيط وتصرخ، وشغلت موسيقى عالية علشان محدش يسمعها. وبعدها طلعت كتاب العلوم الغامضة اللي خلاها تهدى وتنام. صحيت الصبح نزلت لوالدتها لقيتها هي كمان هديت وبقيت أحسن، وقالت لها إنهم هيروحوا للبيت الجديد بعد المدرسة، وسابتها وراحت شغلها. بعد ما مشيت دخلت أوضتها وفضلت تفتش فيها تحت السرير، لقيت صور ليها مع والدها وده خلاها تنبسط قوي، وراحت على مدرستها وقالت لأصحابها إنها هتسيب البيت ويروحوا بيت جديد، وده خلاهم يتضايقوا. وبعد المدرسة جت والدتها وأخدتها يشوفوا البيت اللي كان في أطراف المدينة ناحية الغابة، ويبعد ساعتين من المدينة. الحقيقة إن البيت ما عجبش ليا خالص، بس اضطرت توافق علشان والدتها. وبعد ما نقلوا كل حاجتهم من البيت الجديد، ووالدتها اقترحت عليها إنها تسيب مدرستها وتنقل لمدرسة تانية قريبة منهم، وإنها هي كمان هتشتغل من البيت وتسيب شغلها، لكنها رفضت وقالت لها إنها مش هتسيب مدرستها ولا هتبعد عن صحابها، وده خلى والدتها تسكت وتسيبها براحتها. ووصلت المدرسة وقالت لصحابها إنها تقضي اليوم معاهم لأنها مفتقداهم، ولكن للأسف أمها جت تاخدها ورفضت إنها تقعد معاهم لأن مين هيرجعها البيت، وده خلاها ركبت العربية وهي متعصبة. وبعد ما وصلوا البيت، وده طبعا بعد ساعتين، قامت ما بينهم خناقة كبيرة بسبب إن والدتها مش بتحب أصحابها وعاوزاها تبعد عنهم لأنهم مهتمين بالسحر الأسود، بس هي قالت لها إن الطقوس دي هي اللي بتعوضها عن وحدتها وعن فقدانها للأم والأب. والدتها قالت لها إنها مش بتحب تشوفها لأنها بتفكرها بوالدها، وده ضايقها وجريت على الغابة، وهناك فضلت تخبط في شجرة برجلها واتمنت إن والدتها تموت. وفجأة جت لها فكرة وجريت على البيت، فتحت كتاب السحر، كتبت بعض الطقوس في ورقة، وجريت على الحمام ولمت حبة شعر من فرشة شعر والدتها، وجمعت حاجات تانية من البيت وأخدتهم ومشيت تاني على الغابة. لقيت شوية أشجار على هيئة دايرة، هم دول الأنسب للطقوس. ضربت الشجرة بحجر 3 مرات وربطت حبل أحمر في الشجر، وفضلت تستدعي شيطان اسمه بايوكت. وبعدها عورت دراعها وخلطت الدم بلبن وحطت عليهم شعر والدتها ودفنتهم وهي بتقرأ الطقوس، وطلبت منه إن أمها تموت. وبعد ما خلصت الطقوس حست إن في حد بيراقبها، جريت على البيت نظفت الجرح، وعلى العشاء والدتها شافت جرحها بينزف، جريت نظفته وحطت لها شاش وتأسفت لها على الكلام اللي قالته لها، لكنها حست بالخوف من اللي عملته. وتاني يوم الصبح نزلت لقيت الباب مفتوح،
والبيت مليان ورق شجر وتراب. نظفته بسرعة وراحت اطمنت على والدتها، بس لقيتها نايمة وده طمنها. وبعدها نزلوا السوق علشان والدتها تدور على شغل، وهم هناك شافت رسالة تحذيرية، وكأن الرسالة دي موجهة ليها، وده خلاها تفتكر اللي عملته الليلة اللي فاتت وإن ملهاش غير والدتها. وهم في الطريق للبيت كانوا هيعملوا حادثة بالعربية، وتأكدت إن الطقوس اللي عملتها هي السبب. وروحوا البيت وفضلت والدتها تحكي لها عن يوم ولادتها وإزاي أبوها ساق عربيته 3 ساعات علشان يشوفها، وده خلاها تتبسط. وبالليل وهم نايمين ليا صحيت فجأة على صوت خطوات وأصوات عالية في الدور اللي فوق. قامت مفزوعة صحت والدتها وطلعوا فوق ما لقوش حاجة. ليا قعدت مع نفسها وحست بالندم على اللي عملته، وعينها غفلت لحظة. صحيت الصبح لقيت نفسها نايمة في الغابة في نفس المكان اللي عملت فيه الطقوس، وإيدها بتنزف دم. جريت على البيت وهي مفزوعة، دخلت نظفت الجرح وراحت المدرسة، وهنا قررت إنها تقول على السر اللي مخبياه وعن الطقوس اللي عملتها. واصحابها بيقولوا لها ازاي تموتي والدتك مهما كان السبب، وانها لازم تطرد الروح دي. وجانيس لانها مهتمة لامر صاحبتها قررت انها تروح تبات معاها. فضلوا يهزروا ويضحكوا لحد ما والدة ليا نامت، وبعدها فضلوا يحكوا وخرجوا برا البيت شربوا سجاير. لكن ليا كانت حاسة ان في حد بيراقبهم، وجانيس سألتها عن الطقوس اللي عملتها وعن الغابة، ودخلوا هما الاتنين الغابة علشان توري لها المكان وازاي عملت الطقوس. فضلوا ماشيين في الغابة لحد ما وصلوا للمكان، وفجأة صاحبتها شافت حاجة وكأنها مغيبة، وفضلت ماشية بعيد عنها اللي خافت تفضل لوحدها. وكانوا مولعين كشاف الموبايل، وفضلت تنادي على صاحبتها لكن صاحبتها اختفت بعيد. وفجأة رجعت لها وكانت بتهزر معاها ومفيش حاجة. ورجعوا على البيت. نامت ليا في أوضتها، أما جانيس فنامت على الكنبة في الصالة، وكان مكتوب على الحيطة جنبها باي واكت. والدة ليا صحيت الصبح ما لقيتهاش. صحت بنتها تسألها عن صاحبتها، دوروا عليها في كل البيت مش لاقيينها. شافوها من فوق قاعدة جوه العربية، نزلوا جري لقوها بتترعش وبتعيط ومش بتقول غير رجعوني البيت. وليا دخلت العربية علشان تهديها وقالت لها تعالي ادخلي جوه واهدي، لكنها اتعصبت عليها وقالت لها ما تلمسنيش وأنا لازم أروح حالا. فضلت ليا تبعت لها رسائل بس ما ردتش. ووالدتها اتصلت بوالدة جانيس علشان تطمن عليها، لكن أمها قالت لها إنها من امبارح قافلة على نفسها وما خرجتش خالص من أوضتها. وروحت البيت دورت على كتاب السحر، فضلت تبحث على الإنترنت عن رقم العالم المؤلف لحد ما لقيته. اتصلت عليه وحكت له اللي حصل. قال لها إنها حضرت شيطان اسمه باي واكت شرير جدا، وهي حررته ورجعته للعالم تاني. وقال لها إنه بعد ما يخلص على والدتها يخلص عليها هي كمان، وإنها عشان تصرفه لازم تعمل نفس الطقوس ولكن معكوسة. وحذرها إنه ممكن يغير شكله علشان يبوظ لها الطقوس ويظهر في صورة شخص هي تعرفه، وده خلاها تخاف. جريت على البيت علشان تجيب الطلبات. راحت تجيب شعر والدتها ما لقيتش في الفرشة، حطت إيدها في الحوض وطلعت الشعر اللي جوه البلاعة، وخدت باقي الطلبات وجريت على الغابة. وأول ما بدأت الطقوس سمعت صوت والدتها بتنادي عليها، سابتها وجريت. ضربت نفس الشجرة بالحجر علشان تكمل الطقوس ومفيش حاجة تعطلها. بس للأسف الوقت كان متأخر، وشافت والدتها مرمية على الأرض ميتة. كملت الطقوس وهي حزينة على والدتها وخايفة على نفسها. أثناء الطقوس سمعت صوت والدتها بتنادي عليها، بس شكت إن باي واكت بيخدعها، واتصلت بالطوارئ وبلغتهم عن مقتل والدتها. بس الموظف قال لها إن في واحدة بتنادي عليها، ما عرفتش تشرح له وقفلت الخط. وبعدها اتصلت بالعالم الروحاني وقالت له إنها محتاجة مساعدته، وكان معها سكينة بتحمي بيها نفسها. وفجأة جثة أمها بتفتح عينيها، وجات لها رسالة من العالم الروحاني إنه في البيت. راحت له علشان يحميها، لكن لقيت والدتها قالت لها ادخلي، كنت فين؟ وليه ماسكة سكينة كده في إيدك وإيدك بتنزف؟ تعالي. دخلت ليا وكانت متأكدة إن والدتها ماتت وإن ده الشيطان. قفلت على نفسها باب أوضتها لحد ما جه الليل، وهنا قررت إنها تواجهه وتتخلص منه. وراحت جابت جيركن بنزين ودخلت عليه الأوضة ورمت عليه البنزين وولعت فيه، لكن للأسف هو لعب بأعصابها وخلاها ولعت في والدتها. واللي كان في الغابة كان الشيطان اللعين. وفي آخر الحكاية بنشوفها في مركز الشرطة وهي منهارة من اللي حصل ومش قادرة تتكلم، وشغلوا لها مكالمتها مع الطوارئ أكتر من مرة. والحقيقة إن الشيطان خلى ليا تنفذ هي الأمر اللي طلبته منه. ودي نهاية روايتنا. ما تنساش تشترك عشان يوصل لك كل جديد.